ما هو العمر المثالي لبدء رياضة كمال الأجسام؟ وما هي مخاطر البدء مبكرا جدا؟ ابقى معنا لتكتشف نصائح الخبراء والمعلومات الأساسية لرحلة اللياقة البدنية الخاصة بك. قبل أن نتعمق لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في قناتنا حتى لا تفوتك المقاطع المستقبلية المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية. رياضة كمال الأجسام هي وسيلة رائعة لتقوية الجسم والعقل، ومع ذلك فإن البدء مبكرا جدا قد يكون محفوفا بالمخاطر. يوصي الخبراء عموما بالانتظار حتى سن 16 عاما، عندما يتجاوز معظم المراهقين طفرة النمو. فلماذا الانتظار؟ أولا، نمو العظام. لا تزال صفائح النمو لدى الشباب في طور النمو، ويمكن أن يؤدي الضغط المفرط إلى الإصابة أو التشوه. ثانيا، التنسيق والنضج. قد يفتقر المراهقون الصغار إلى التنسيق والنضج لأداء التمارين بشكل صحيح، مما يزيد من خطر الإصابة. الآثار الضارة للبدء مبكرا جدا. أولا، الإصابات. لا يتم تطوير العضلات والأوتار لدى الأطفال والمراهقين بشكل كامل، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة. ثانيا، مشاكل النمو. يمكن أن يتعارض تدريب الأثقال المكثف مع عملية النمو الطبيعي. نصائح للبدء. أولا، استشر أحد المتخصصين. قبل البدء في أي برنامج تدريبي لكمال الأجسام، استشر طبيبا أو مدربا مؤهلا. ثانيا، ابدأ ببطء. ركز على التقنية والشكل الصحيح بدلا من رفع الأثقال. ثالثا، استمع إلى جسدك. لا تضغط بشدة، وتأكد من حصولك على قسط كاف من الراحة بين الجلسات. خلاصة القول: يمكن أن يكون تدريب القوة مفيدا للأشخاص من جميع الأعمار، ولكن من المهم أن تبدأ في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة، من خلال اتباع نصائح المتخصصين والاستماع إلى جسدك. يمكنك بناء أساس قوي لحياة مليئة باللياقة البدنية والعافية. شكرا لك على مشاهدة هذا الفيديو. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مواضيع تريد منا أن نغطيها، فاترك تعليقا. لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك، واشترك للحصول على المزيد من المحتوى الرائع. أراك في الحلقة القادمة.